بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. نكمل قصتنا بتاعت المرة اللي فاتت. بس قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصرت عهد هي وعمر وقالت له أنا هتصرف ومش هسيب ماما تعمل اللي هي عايزاه. بحق ما ضربتني وانا في السن ده عشان تنفذ كلامها، انا مش هنفذ لها كلامها. هتعملي ايه؟ انا مش عارف مامتك بتعمل كده ليه. قالت له هتشوف هعمل ايه. عملت ايه بقى؟ راحت تاني يوم قدمت اجازة من الشغل بتاع الصبح في المستشفى، وقدمت اجازة من المعهد، قصدي المركز الطبي اللي بعد الظهر، وسابت الشغل ده وسابت الشغل ده. تاني يوم مامتها لما صحيت لقت آية قامت راحت شغلها وعهد لسه نايمة. فدخلت بتقول لها ايه، ما قمتيش رحت الشغل ليه؟ قالت لها وانا ما قلتلكيش. قالت لها ما قلتليش ايه؟ قالت لها مش انا سبت الشغل. فقدمت على اجازة مفتوحة مفتوحة من المستشفى ومن الشغل بعد الظهر. قالت لها الاتنين؟ قالت لها اه. قالت لها ومين اللي هيسيبك تعملي كده؟ قالت لها انا خدت قرار ان انا مش هشتغل، هقعد في البيت، وانت بقى يعني انا مسؤولة منك، وبعدين انا لقمتي صغيرة واكلتي قليلة، مش هغرمك كتير يعني. قالت لها اه انت بتعاندي بقى. قالت لها بالظبط انا بعاند. قالت لها طب قومي بقى يا حلوة، روقي البيت واغسلي السجاد واغسلي الستاير وامسحي السلم من فوق لتحت وروحي السوق واعملي لنا اكل. اجي الاقي كل ده معمول، والا علقة امبارح هتاخديها تاني. طبعا عهد لازم تلم الامور وتعمل اللي قالت لها عليه، والا هتفضل تضرب فيها كل شويه. عندت واستحملت وقالت مش مهم، وعملت كل حاجه في البيت، وبرضه ما نولتهاش ان هي تقبض فلوس من وراها ولا مليم تاني. وفضلت قاعده في البيت تعمل حاجه البيت لكن ما بتشتغلش. كل ما تضيق بيها الدنيا وتلاقي نفسها مش عارفه تعمل ايه، تقعد تعيط، بس برضه متماسكه ومتمالكه. لحد ما في يوم لقوا امهم جايه بتقول ايه، انا بعت المحل. بعت المحل؟ فبتحكي بتقول لآية، آية بتقول لها ها هجيلك على الشغل. قالت لها لا خلاص مفيش محل. قالت لها ليه؟ قالت لها بعته. بعته للراجل الشاب الغني اللي ايه، اللي واخد المحل اللي جنبها. قالت لها ازاي تبيعيه من غير ما تسأليني انا واخواتي؟ ومش ده ميراثنا من ابونا؟ وازاي بعتيه لوحدك من غير احنا ما نوافق؟ قالت لهم واخد رايكم ليه واسالكم ليه؟ اصلا ابوكوا كاتب لي المحل باسمي قبل ما يموت. لا ابونا ما عملش كده، ابونا ما قالناش الكلام ده ولا جاب لنا بيه سيره. لو كان عمله كان قال لنا. اتفضلوا مي. والعيال اصروا ان هو كان لازم تقول لهم، وكده العقد اللي بعت بيه مزور، ولازم تورينا الورق اللي هو بابا كاتب لك فيه المحل. انتوا بتخونوني، انتوا بتكذبوني، انتوا مش عارف ايه، انتوا خلاص ما بقاش في سمعان كلام، خلاص كبرتوا خلاص. وهي تتكلم وهم يتكلموا لحد ما اتخانقوا وصوتهم عالي والجيران سمعته. قعدوا هما التلاتة واتفقوا ان هما مش هيعيشوا معاها تاني. ازاي؟ زي الناس. تاني يوم راحوا هما التلاتة خارجين بعد ما هي نزلت ال نزلت راحت فين؟ نزلت تروح مشوار عشان تسجل للراجل المحل. راحوا هما التلاتة خارجين مع بعض وما باتوش في البيت.
رجعت ما لقيتهمش، افتكرت دي في شغلها ودي مش عارف ايه وده ايه لما جه الليل ما جوش وما باتوش في البيت. تاني يوم فضلت تدور عليهم، راحت تشوف عند مين؟ عند عمر اللي عايز يتجوز عهد، ده اول حد جه في دماغها. راحت تسأل عليه، راحت مامتها قالت لها، مامته قالت لها ده هو راح شغله. راحت له الشغل قالوا لها ده واخد اجازة النهاردة. راحت تسأل على بنتها آية في الشغل، قالوا لها هي كمان واخدة اجازة النهاردة. ما عرفتش توصل لحد فيهم، راحت عند بيت عمر وقعدت في الشارع تشوف لحد ما يرجع. لقيته رجع وهم التلاتة معاه، عهد وآية وبدر. انتوا معاه وما جيتوش؟ يعني كده سبتوا البيت؟ يعني مش هتعيشوا في البيت؟ مش هتعيشوا معايا خلاص كده؟ راحت عهد قالت لها على فكرة يا ماما، احب اقولك انا وعمر اتجوزنا وكتبنا الكتاب النهارده. من غير ما تقولي لي؟ قالت لها اه من غير ما اقولك، واخواتي هيقعدوا معايا مش هيجولك تاني. عيشي بقى انت لوحدك وشوفي هتاخدي فلوس من مين. راحت الام من غيظها، راحت على القسم عملت محضر ان عمر خاطفهم هما التلاتة. ازاي يعني؟ اهو عايز تعمل لهم قلق وخلاص. راح القسم استدعوهم، راح عمر قال لهم لا، عهد مراتي وادي القسيمه اهي والورقه اهو. راح واخده الضابط، فتحه اتفرج عليه اتاكد ان الكلام تمام. وراحت آية وبدر قالوا له احنا رايحين معاه بمزاجنا، هنقعد معاه مش عايزين نقعد مع عمنا تاني. خلاص مش هتقدر تعمل اي حاجه. روحت قعدت في البيت لوحدها، يعني حالها بقى حال، مش مصدقه اللي ولادها عملوه. الولاد بقى يعني ايه، عارفين ان هي مش متوقعين ان هي مش هتسكت، لازم هتعمل حاجه. عدى يوم يومين ثلاثه، مفيش، ولا اتصلت ولا عملت قلق ولا جت زعقت ولا عملت اي حاجه. التلاته بقى اربعه، مفيش. الاربعه اسبوع، مفيش. راحت عاهده قالت لهم على فكره انا قلقانه، ده مش طبيعي، امكم المفروض ان هي مش هتسكت وطبعها مش هتسكت. فراح اخوهم ايه، اخوهم بدر بقى فكر هو يروح. قال انا اروح اكلمها واقول لها عشان نرجع نقعد معاها وتصالح اخواتي والدنيا تظبط. وفكر بالشكل ده وايه، وحاول يروح. راح خبط على الباب، محدش رد عليه. رجع، فهم بيتكلموا وبيقولوا كده، قال لهم على فكرة انا رحت عشان كذا 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 وخبطت محدش رد عليا. ازاي؟ امال ماما فين؟ ومش عارف ايه. فبدأوا يقلقوا. لسه بيتكلموا لقوا حد من الجيران اتصل بيهم وقال لهم على فكرة باب الشقة مفتوح من امبارح وبنادي على امكم محدش بيرد، تعالوا عشان تشوفوا في ايه. راحوا رايحين، خدوا بعض وراحوا، فتحوا الباب لقوا امهم مرمية في الصالة وقع في الارض وحواليها بركة دم. راحوا طالبين البوليس، والبوليس جه وبيبصوا بيبصوا فيها، لقوا جسمها يعني ايه، نقدر نقول بقى مطعون كذا طعنة بالسكينة. ايه الحكاية وايه الموضوع ومين اللي عمل كده؟ بدأت التحقيقات. العيال طبعا على الرغم من كل اللي بيجرى لكن في النهاية هي امهم. حالتهم طبعا النفسية بقت وحشة وقعدوا يعيطوا، يا ريتنا ما سبناها لوحدها، يا ريتنا ما مشينا، يا ريتنا ما زعلناهاش، يا ريت عمرها ما بتعمر بيت. مفيش فايدة، الأم توفت. بدأت التحقيقات، حققوا مع الولاد وحققوا مع إبراهيم، مع قصدي بدر، وحققوا معاهم كلهم ومع حسن الأهواجي ومع الواد عصام الشاب الغني اللي اشترى المحل، ومين تاني، ومع عمر جوز عهد،
وبدأوا بقى يحققوا معاهم كلهم عشان يوصلوا لأي معلومة توصلهم مين اللي قتلها. كل دول ما فيش حاجة تدل على إن هم فيهم حد قتل. ما فيش بس غير مين؟ غير ابنها الصغير بدر، لما قال، ما بقاش صغير بقى، لما قال إن أنا رحت وكده، طب وإزاي، وخبطت وما ردتش ومش عارف إيه، فشكوا فيه، حجزوه، حجزوه في الاسم على ذمة التحقيق لحد ما يتأكدوا، لأن هو ده اللي راح لها وهو ده اللي شكوا فيه. أنا ما عملتش كده، مش ممكن أعمل كده في أمي، مش ممكن، مش عارف إيه. وهي التحقيقات شغالة، لقوا راجل جاي قال لهم على فكرة أنا في واحد جه باع لي كمبيالات مديون بيها للحاجة مين؟ نرجس. راحوا مستدعيين الراجل ده. الراجل ده كان اسمه سلطان. لسه بيقولوا له ايه الكمبيالات وايه الكمبيالات اللي كنت بتبيعها وايه مش عارف ايه. بيبيع الكمبيالات بتاعت الناس اللي خدها من عندها من الشقة بنص الثمن، 10,000 جنيه ياخد 5 ويديله الكمبيالات بتاعته. وطبعا انا مديونه ب 10,000 جنيه، واحد جايب لي كمبيالاتي وبيقول لي هاتي 5 هديله. حققوا معاه، ما خدش وقت واعترف على طول، انا اللي عملت كده. طب ليه؟ قال له عشان انا، قال له حضرة الضابط دمرتني. ليه؟ انا كنت واخد منها فلوس وهي بتاخد فوائد كتير، بتاخد الضعف، والحاجة اللي عملت بيها الفلوس خسرت، ولما خسرت رحت عشان استسمحها تأجل لي الدين شوية. قالت لي عشان أأجله لك هضعفه تاني. حرام عليكي ومش حرام عليكي، حتى اتحايل عليها ما رضيتش. قلت لها طيب هاتي لي الكمبيالات، وانا كنت عندها في البيت، لان طبعا لما باعت المحل بقى اللي عليه فلوس بيروح لها البيت. فقلت لها طيب هاتي لي الكمبيالات وجهزيها لي وانا نص ساعه وهجيلك. لقيتها داخله الاوضه تجيب منها الكمبيالات. رحت داخل على المطبخ جايب سكينه وطعنتها لحد ما ماتت، ورحت داخل جوه واخد كل الكمبيالات اللي موجوده وماشي. يا ريتني ما بعت الكمبيالات لاصحابها. وبكده خرج بدر ابنها، وهي خلاص راحت. والعيال بقى طبعا يعني ما بقوش عارفين يتبسطوا يزعلوا يعملوا ايه. طبعا زعلانين عشان امهم، بس اللي عملته فيهم كتير كتير قوي. المهم رجعوا قعدوا في الشقة وبيبصوا كده، ومش عارفين بقى يعني يبيعوها يغيروها يقعدوا فيها. امهم اتقتلت في الصالة اللي قدامهم دي اللي هم قاعدين فيها دلوقتي. فضل التفكير محيرهم مش عارفين يعملوا ايه. تفتكروا هيعملوا ايه؟ هيبيعوا الشقة عشان ينسوا كل الذكريات اللي فيها، ولا هيحتفظوا بيها عشان امهم وابوهم وذكرياتهم اللي كانت فيها؟ هيحتفظوا بيها ولا هيبيعوها؟ عشان نعرف اللي هيجرى نتقابل في الحلقة الجاية والأخيرة من قصتنا إن شاء الله. ولحد ما نتقابل أتمنى اللي يتفرج على الفيديو ويعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك عشان القناة تكبر وتبقى جميلة بيكو وليكو ولينا كمان. على فكرة أنا عندي قناة تانية كبيرة ما شاء الله، اسمها يوميات صفية كمال، ودي سميتها حكايات صفية شريف. كمال بابايا وشريف جدي. أتمنى القناة دي كمان تكبر وتبقى جميلة إن شاء الله. سلام.